كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد، عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل المصريين بخير في جميع محافظات مصر، وكل سنة وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم بألف خير وبألف صحة، 2 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم. عيد سعيد وعيد جميل، يا رب تكونوا بتقضوا عيد جميل، يا رب إن شاء الله الخير لبلدنا، يا رب دايما مسلم ومسيحي دائما بيعيدوا على بعض، ودايما يعني الحب والوئام بين المجتمع المصري الواحد، كلنا واحد، حبنا لبلدنا مصر، ودايما ان شاء الله بنقضي اعياد جميله يا رب. ضيف اللي منورني في الاستوديو حضراتكم وليا الشرف ان انا معاه في العيد، واقول له كل سنه وحضرتك طيب، الدكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والتنميه البشريه. مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب يا استاذ اشرف، واهلا بحضرتك وكل الامه الاسلاميه وشعبنا المصري الجميل كله طبعا بخير وسعاده وصحه وفرح، واحنا في ايام جميله جدا، ايام العيد والاحتفالات اللي موجوده واللي مزينه الدنيا، وحتى الواحد وهو جاي شايف احتفالات كده وسعيد بيها الحمد لله. اكلت لحمه ولا لسه؟ لا طبعا اكلت اكيد لازم. دي البدايه بتاعت اليوم يعني في بس يعني حضرتك استشاري العلاقات الاسريه والتنميه البشريه، هل الاستشارات العلاقات الاسريه والتنميه البشريه ليه علاقه بان الواحد ياكل كتير لحمه في العيد ولا ملوش علاقه؟ لا هو برضو يفضل ان احنا نتعامل في الجوانب الصحيه، ودي حاجه حاجه مهمه جدا. يعني الواحد بيعمل حاجه لان هي كسنه وكتجمع عائلي وكتجمع اسري احنا نفسنا بننادي بيه، ولكن طبعا كل حاجه تكون بمقدارها وما نفرطش كتير. نعم. ولا افراط ولا تفريط يعني. صحيح. دكتور بعد اذن حضرتك، احنا بقالنا يعني انا زي ما قلت في المقدمه من شويه، اجيال ورا اجيال، اجيال ورا اجيال تقول لك ايه، حياة أجدادي كانت أهدى، حياة العلاقات الأسرية كانت أفضل، حتى إن أنت احتفال بالأعياد بشكل عام، مش بس في عيد الأضحى، وحتى عيد المسيحيين وعيد كل الأعياد في جمهورية مصر العربية كانت زمان أحلى وأفضل. ليه بنقول كده؟ دايما عندنا الحنين للماضي، ان هو كان في ناحيه الافضل. دايما احنا كمان جيلنا كان بيقول اللي قبلنا كان احسن، وده بيجي يقول اللي قبلنا كان احسن. عندنا الحنين للماضي وحياتنا اللي كانت موجوده قبل كده دايما احنا اتربينا عليها عشرات السنوات، فشايفينها بالنسبه لنا هي الافضل. ودايما اللي بيقول كده مين؟ ما هو اللي بيقول كده اللي هو الجيل بتاعنا. ما هو الجيل الجديد مش هيقول اللي فاكر افضل، بالعكس هو فرحان بالوقت بتاعه، ولما يكبر شويه هيقول اللي فاكر افضل. احنا اللي اتربينا على هذه الذكريات الجميله وبتفضل محفوره في اذهاننا. وكمان عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ اشرف، انا بتشرف طبعا بوجودي مع حضرتك، ولما اعرف ان انا طالع مع حضرتك في حلقه يبقى اعرف ان هي حلقه دسمه وفيها كده معلومات سريه. اتفضل يا فندم. ان احنا وجودنا دايما في الذاكره محفور عندنا بالاحتفالات وبالفرحه بالمظاهر دي، بتبقى موجوده عندنا خلاص في حاجه جوه العقل الباطن متركزه ان احنا كنا بنفرح بهذه الاشياء، فبالتالي دايما نحن ليها. ما انا هحن لشيء كان بيفرحني وكان بيسعدني، وهبعد عن شيء كان بيؤلمني وكان بيتعسني او كان بيضايقني. فبالتالي احنا عشان دي كانت مظاهر فرحه مترسخه عندنا في عقلنا الباطن، دايما عايزين ان احنا نرجع تاني ونكون زي ما كنا قبل كده. ده حضرتك قصدك مش في الاعياد بس، ده حتى في حياتنا بشكل عام. طبعا، وطبعا بيبان اكتر في الاعياد، يعني يبان اكتر في اعيادنا وفي فرحتنا اللي احنا بنشوفها، لان اكيد في الحياه العاديه مش هيبقى فيه مظاهر فرحه كتير، بتبقى حياه عاديه زي اي حياه، ولكن الفرحه هي اللي بتترسخ اكتر. ودايما احنا عندنا نظريتين مهمين جدا، نظريه السعاده والالم. اي شيء بيسعدني بحب ان انا اعمله واكرره ويبقى نفسي ان انا اعمله تاني حتى لو فقدته، اي شيء يقلبني بحب ان انا ابتعد عنه. فبالتالي دي كانت مظاهر فرحه بالنسبه لنا وسعاده عايزينها تعود، ونقول يا سلام لو كانت تبقى بنفس الطريقه بتاعت قبل كده، يا سلام لو كنا نرجع تاني ونعمل نفس الحاجات اللي كنا بنعملها. ولكن طبعا زي ما حضرتك عارف، قول للزمان ارجع يا زمان. ولكن ايوه، قول للزمان ارجع يا زمان. ولكن في نفس الوقت حضرتك واحنا بنحتفل بعيد يعني يعتبر ديني، ودي يعني وهنا يتدخل هنا الدين، وقد ايه مشاعر الدينيه عند المسلمين، يعني وخصوصا ان احنا راجعين من الحج، كثير من المسلمين في جميع انحاء العالم راجعين من السعوديه الى بلادهم ان شاء الله، وايضا المصريين يرجعوا بالسلامه باذن الله تعالى. اكيد الدين هنا ليه كلمه في انك انت ازاي تحتفل بالعيد. هو اكيد احنا من ضمن احتفالاتنا كانت مبنيه على الدين ومبنيه كمان على التقاليد والعادات بتاعتنا. حلو. لان الدين هيقتصر هيقول لك ايه حضرتك، ان احنا
بنصوم مثلا يوم عرفة، وبعد كده ان احنا بنصلي العيد، الناس اللي بتذبح بعد الصلاة وده يبقى مش عارف يبقى أضحية، ولا ذبحت قبل الصلاة يبقى صدقة. فبالتالي احنا دي احتفالاتنا او مقصورة على حتة العيد في الاحتفالات الدينية في هذا الامر، وان ده طبعا بيبقى مغفرة وثواب كبير جدا لجميع المسلمين. حلو، ولكن حلو هناك جداً. جانب آخر محتاجين نهتم بيه من وجهة نظري الشخصية، يعني يقول لي أو غلط أو صح، إن إحنا كمان في الاحتفالات دي نتذكر ما قال لنا الدين طبعا عن الأخلاق وعن العادات وعن التقاليد، وعن إن إحنا إزاي نبقى الصدق أكتر، إن إحنا يبقى الأمانة أكتر، إن إحنا نود بعض ويبقى في صلة رحم أكتر. حضرتك عايزنا نسن سنة حسنة جميلة حضرتك بتقولها، حتة ان احنا ناخد من ان احنا عندنا عيد مش بس احتفل بيه، لا احتفل كمان بالقيم الإنسانية والقيم الخلقية الجميلة اللي هي مأمورين بيها في ديننا، زي ما قلنا مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكلنا نبقى ايد واحدة، كلنا نترابط مع بعض، كلنا نرفع أخلاقيات أو لواء الأخلاقيات الجميلة اللي بيحسنا عليها الدين واللي بناخد عليها برضو الثواب. فده يبقى حاجة جميلة جدا لو احنا ناخد من الأعياد بتاعتنا سنة حسنة في ان احنا نحيي هذه الأخلاق لو ما كانتش موجودة عندنا. وعلى فكرة في بعضها بيبقى موجود، لا هي أنا ما بقولش ده مش موجودة، موجودة لكن بدرجة. حضرتك السرعة في الحياة طبعا والسوشيال ميديا ووسائل التواصل ووسائل الاتصال السريعة جدا ما بيننا وبين بعض خلت حضرتك الأب والأم والأبناء والأجداد مش مركزين في حاجات كتيرة مش جدا مركزين في بس القيم. في القيم. في بس القيم، ان هم يقول خلي بالك من كذا، انت ما عملتش كذا، انت مش قادر. السرعه زي ما حضرتك قلت واخده الناس ولهياهم. النهارده زي ما حضرتك كنت بتقول في الانترو ان احنا بنبتدي نعيد على بعضنا من خلال الواتساب، من خلال رساله. احنا زمان كنا لازم مع اننا ما كانتش المواصلات سهله زي دلوقتي، وما كانتش الطرق منتشره زي دلوقتي، وكان يبقى طريق واحد بس هو اللي يوصل، مش عند دلوقتي 3 4 طرق يوصلوا لنفس المكان. ورغم كده كنا نروح لحد مثلا اجدادنا او امامنا او خلالنا كنا بنعمل جدول، اليوم الاول هنعمل كذا، اليوم الثاني هنعمل انما احنا دلوقتي اختصرنا هذا الامر. تيجي تقول للاولاد تعالى معايا، يقول لك ايه، لا انا قاعد بقى اتكل على الله، انت حضرتك روحوا، او يروح يقعد شويه ويمشي. لا احنا هنا بقى نقدر ان احنا نحسهم على مثل هذه الامور. تيجي معانا في قيمة عندنا مهمة جدا اسمها قيمة ان احنا نتزاور، وقيمة ان احنا نتود مع اهلنا. في قيمة مهمة جدا اسمها قيمة التسامح. في قيمة لو انت متضايق من حد في هذه الاوقات، امتى هتصالحه او امتى هتسامحه اذا ما كنتش اصلا هتسامحه في هذه الاوقات. في قيمة مهمة جدا اسمها قيمة الكرم. واحنا اللي جايه لنا الاضحية دي معناها ايه؟ معناها ان احنا نبقى كرماء مع غيرنا، وان احنا ناخد من قوتنا احنا ومن تعبنا احنا علشان ندي للفقير، وتبقى سنه مفروضه علينا ولازم ان احنا نعملها. طبعا اكيد السنه مش بتبقى فرض ولكن بتبقى حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، فبالتالي بناخد من قيمه الكرم. وكلها قيم عمالين ان احنا نبثها وما كناش واخدين بالنا منها، فنبتدي لما نركز عليها، ولما يركز عليها الاهل بالنسبه للابناء هتبقى حاجه كويسه جدا في مثل هذه الاعياد. واحنا كويس ان احنا النهارده بنطلع في حلقه بنذكر الناس بمثل هذه الامور، نخلي بالنا اللي ما عملش الحاجه دي يبدا يعملها مع اولاده ومع اسرته ومع نفسه. طبعا كل حد يبدا بنفسه اولا. طيب سامحني يا دكتور ان انا هخش اكتر في الجزء ده. اتفضل. وهو احنا خلاص اتعودنا بقالنا كذا سنه ان انا اعيد على قرايبي برساله على الواتساب فول ستوب. اعمل ايه؟ لا لازم، ما هو حضرتك مش هينفع. انا حضرتك استشاري العلاقات الاسريه والتنميه البشريه. هنا الطب بيقول ايه في هذا التطور العلمي اللي خلانا دلوقتي عشان مفيش صلة رحم، مفيش تزاور، مفيش ما بين العائلات، حتى الأصدقاء حتى الأعزاء. كل الموضوع يتلخص في إنك أنت هتبعت رسالة على الواتساب وكل سنة وأنت طيب. ده إيه مساوئه؟ وإيه عيوبه؟ وإيه لو أنا رجعت تاني للي أنا لازم أود ويبقى في صلة رحم؟ ويعني معلش وضح لحضرتك للأجيال الجديدة إيه الفرق ما بين الاثنين؟ هوضح. واحنا ده هيوصلنا لإيه وده هيوصلنا لإيه؟ تمام. وأنا عايز أقول إن التوضيح ده مهم جدا. أي عادة عايز أقلع عنها فلازم الأول عقلي الباطن يعرف، أو عقلي أصلا يشتغل على إن عيوبها إيه
وان انا لو بعدت عنها هيبقى بالنسبه لي ايه المميزات لما ابعد عنها، واي عاده عايز اعملها لازم ابقى عارف مميزاتها ايه وعكسها عيوبه ايه. فدي حاجه كويسه جدا ان احنا نقول يا جماعه في حاله ان احنا بنعيد على بعض بالرسائل، تمام، حاجه كويسه جدا ان انت عملت اللي عليك وعيدت برساله. انا اعذرني انا اسف، بس انا افتكرت سؤال دلوقتي حاجه صغيره قوي. حضرتك اكيد شفت ده طبعا. مسافرين، واخد الاب والام واخد الزوجه واخد الابناء ورايحين مشوار لغايه اي مدن من المدن الساحليه الكبيره جدا والكتيره جدا في جمهوريه مصر العربيه، ربنا يزيد ويبارك ويشجع السياحه اكتر واكتر. وفي الاخر قاعدين على البحر كل واحد ماسك الموبايل وعمال ما بيكلموش بعض. انفصلنا عن بعض بعد ما وصلنا. وحتى في الطريق على فكره، من اول ما الطريق، عشان حضرتك بقى انت ذكرت وصلنا على طول، لا ده احنا في النص السماعات في الودان، تمام، الاب والام قاعدين ممكن يكونوا بيتكلموا، وممكن اللي ورا ندور عليهم نلاقي السماعات في الودان وكل واحد بيسمع حاجه ملوش دعوه حتى بينا في الطريق. انا موجود مش معاكم في هقطعك العربيه تاني في الموضوع ده. لا تمام، انا موجود معاكم في العربيه. انا موجود معاكم في العربيه، ولكن موجود بقى جسدي فقط، ولكن روحي مش موجوده ولا سامع حتى، ونقعد ننده للواحد 3 4 مرات عشان يبص لنا. نوصل هناك زي ما حضرتك قلت كل واحد في حاله. طيب التعييد بالرساله او ان انا خلاص ما بزورش اهلي وما بزور، اول حاجه صله الارحام دي حاجه احنا مامورين بيها، يعني دي حاجه في صميم الدين، في ان احنا لما بنعملها فاحنا بناخد ثواب، لما ما بنعملهاش بناخد اسم ان احنا قطعنا الرحم، حتى يا رحم من وصلك فوصليه ومن قطعك فاقطعي. فبالتالي احنا صله الارحام دي احنا مامورين بيها. نمره 2، انا النهارده محتاج للبني ادمين معايا في حياتي، انا مش عايش لوحدي. فخلي بالك انت بتعيد النهارده برساله، بكره هتتعب هيجي لك برضه رساله سلامتك، هتحتاج فلوس ولا هتحتاج حاجه هتتزنق هيجي لك رساله معلش نبقى ربنا يعوض عليك. وهتبدا الحياه كلها ماشيه معاك برساله، مش هتلاقي حد واقف جنبك، هتلاقي اللي انت بتحصده واللي انت بتزرعه هو اللي انت بتحصده. دي نمره 2. نمره 3، انا كأب وام لو عودت ولادي على عاده هلقاها منهم بعد كده، هم اتعودوا ان ده الطبيعي بتاعنا، فبالتالي هتستغرب ليه لما يكبروا يكون هو ده الطبيعي بقى معاك، مش من قرايبك بس، ده من اهلك، من ابنائك اللي هم كانوا عايشين معاك في نفس البيت. كل واحد هيروح لحاله وهيسكن زي ما شايفين الاماكن متباعده، والناس بتشتغل في سفر في بره او في محافظه مختلفه، هيبقى التعامل معاك اللي هو شافه منك ايه، هو اللي شافه هذا الامر. فاحنا ليه بنزرع الكلام ده كله، نقول لا روح للاهل عشان يشوفني وانا رايح، عشان وانا رايح انا هتكلم عن نفسي، انا والدي والدتي متوفيين، بروح ازورهم في قبرهم، فروح باخد اولادي كل فتره معايا. ليه؟ اتعلم ان انا لما يحصل لي كده انت تيجي تسال عليا، تيجي تشوفني، تيجي تدعي لي. انما لو انا ممكن اروح لوحدي، هو يقول لك هيجي معايا بقى، لا ما ممكن اروح لوحدي، بس انا لو رحت هيحصل ايه، هو مش هيشوفني وانا بعمل هذا الامر، فبالتالي انا عايز الامر ده يتكرر معايا. طيب في حاجه كمان مهمه جدا الاهل بيغفلوا عنها، واحنا بنعمل الحاجات دي يا جماعه ما تخلوهاش حاجات رتيبه وروتينيه عشان الاولاد ما يتضايقوش من هذا الامر. يعني ايه المانع واحنا رايحين هنعمل حاجه ظريفه، احنا رايحين هناكل حاجه واحنا رايحين ايس كريم ولا نشرب حاجه، او احنا راجعين واحنا هناك داخلين بنعمل حاجه، مش لازم نجيب الحاجات الرسميه، مش عارف فاكهه، مش عارف، لا في حاجات بيحبها الاطفال او الاولاد، الدوناتس، عشان لما نلاقي حاجه هو بيحبها، غزل البنات، اي حاجه فشار، مش عارف ايه، مكسرات، الحاجات اللي الاولاد بيحبوها هيقبلوا عليها، بدل ما انا اخش اجيب الحاجات الرتيبه الروتينيه. وكمان وانا رايح وانا جاي خلي الخروجه ظريفه، وممكن وانا راجع اعمل حاجه بيحبها الابناء، يعني يحبوا يعدوا على مزار معين، على حاجه معينه، يروحوا يقعدوا في نادي، اروح اقعد معاهم ونقعد نلعب ونقعد، مش ما فيش مانع ان احنا نعمل هذا الامر دلوقتي، خاصه وانا بشوف او اللي بيحصل دلوقتي ان فعلا في اباء كتير جدا بقى النهارده بيمارس الرياضه مع ابنائه. كان زمان ما بيحصلش، يعني احنا بقى دي حاجه بقى ايجابيه بقت موجوده. كان زمان اهالينا خلاص انت بتروح حضرتك والاب خلاص قاعد في البيت راجل كبير وقاعد، لا دلوقتي الاب بقى واخد ان في لايف ستايل في الحياه اسمه رياضه، فممكن ياخد ابنه ويروح يلعب معاه رياضه، ممكن الام تاخد بنتها وتروح معاها الجيم. فبالتالي ايه المانع ان احنا نعمل مثل هذه الامور واحنا بنحسهم على هذه العادات، واحنا بنحسهم على هذه الصفات النبيله، فمش لازم ان انا اعملها بشيء روتيني. واحنا رايحين يا جماعه طب ما نسمع حاجه كلنا مع بعض، نسمع حاجه يحبها الاولاد، بلاش اسمع كل مره الحاجه اللي انا عايزها. فبالتالي هو بدل ما حاطط السماعه في ودنه، تعال نسمع مع بعض الحاجه اللي انت بتسمعها، اوصلها له بالكاسيت بتاع العربيه لو احنا راكبين عربيه، اوصلها له بالكاسيت بتاع العربيه ونقعد نسمعها طول الطريق. طب احنا راكبين مواصلات او حاجه زي ما قلت لحضرتك، بناكل حاجه بنشرب حاجه في السكه، فبالتالي خلينا الخروجه ظريفه ولطيفه، وفي نفس الوقت لما نروح هناك ما نقعدش بقى انتقادات، انت كنت قاعد عامل كذا،
انت كانش المفروض تعمل الحاجات اللي بتخليهم يقول لك ايه، طب انا مش هاجي معاك بقى الخروجه الجايه، ما انت هتقعد بقى تقول لي انت ما اتكلمتش وما عملتش وكنت بتعمل كذا. خليه على حريته وخليه على سريره، لو عمل حاجه غلط او تستوجب ماشي، انما مش كل شويه تعنيف ولوم وعتاب على الفاضي والمليان. كتير من اولياء الامور الاباء والامهات عندهم حته التعنيف ده في كل حاجه. تمام. في كل حاجه ممكن تحصل من الاطفال، وخصوصا في السن اللي هو قبل المراهقه. يمكن المراهقه بتبقى مرحله مختلفه شويه، انما في السن الصغير اللي هو قبل 10 سنين مثلا انت نازل تعنيف وتعنيف وتعنيف وكل حاجه غلط هو بيعملها. ده حاجه كويسه في التربيه ولا ده حاجه غلط في التربيه؟ في حاجه بنسميهم او مجموعه بنسميهم القتله الثلاث، هم قاتلي اي علاقه ما بين اتنين، يعني علاقه اسريه اب بابنه، زوج ازواج. ايه هم؟ كثره، اول حاجه يقول لك كثره اللوم والعتاب. اتنين النقد غير البناء، وانا هشرح الكلام ده. تلاته المقارنه السلبيه. كثره اللوم والعتاب، كل شويه انت عملت، انت سويت، انت كان المفروض تعمل كذا. دي بتقتل العلاقه، بتضربها في مقتل، بتخلي الشخص مش عايز يستمع الي، مش عايزني موجود معاه، عايز يخرج ويبعد عني. اتنين النقد غير البناء، انا انقر حضرتك بايه، اقول لحضرتك هو المفروض يا استاذ اشرف حضرتك لو عايزين تعمل حاجه معينه البرنامج المفروض نضيف له كذا، ولا اقول ايه ده برنامج مش كويس. طب انا هنا ما اديتش حضرتك حاجه بناءه، فبالتالي اقول له انت ما بتفهمش حاجه، انت عمرك يا ابني، انت عيل صغير ما تتكلمش، انت عياله مش لا، ده كلام مش هي. انما النقد البناء ان انا هكلمه المفروض تعمل كذا عشان كذا، فبالتالي انا هنا نقدته نقد بناء. النقد غير البناء ان انا اديله كده الفاظ تبعده وتنفره مني. نمره ثلاثه المقارنه السلبيه، اقارنه بغيره عشان اطلعه هو الوحش، او اقارنها بغيرها عشان اطلعها هي القليله. فبالتالي بنت خالتك احسن منك عشان عملت كذا كذا كذا، اخوك بيعمل كذا وانت فبالتالي دايما اقلل منه. الثلاثه دول، واحنا للاسف بتحصل ان هم مجتمعين، مش كمان بنختار منهم واحده، ده الثلاثه بيتعملوا. فلما يتعملوا ما تتوقعش حضرتك ان اي علاقه هتكون ناجحه. الاب مع ابنائه هيبعدوا عنه، الزوجه مع زوجها تقول لك خلاص انا مش عايز اسمع، مش عايز اتكلم معاه، وهو يقول لك انا ابعد عنها يا عم بدل ما تقعد تقول لي تديني كلمتين وبتاع. فبالتالي هنا بتبدا ان احنا كمان الاب والام اللي هم نواه الحياه الاسريه الكلام ده ما يكونش داير بينهم، ولو دار بينهم ما يكونش بقى امام الابناء، ويكون بطريقه لطيفه عشان يتعلموا منا مثل هذه الامور. مش انا كمان بعمل تصرفات سيئه مع الام او هي بتعمل تصرفات مع الزوج، وفي الاخر نتوقع ان الابناء هيكونوا معهم هيشربوا منا هذا الامر. في نفس الاطار يعني بنتهز فرصه ان كويس انا جدا، ده انا كل سنه سعيد وانتم طيبين، وحضرتك استشاري العلاقات طبعا. الاسريه والتنميه البشريه دي. يعني احنا عايزين جيل صح. نسلم الرايه لاجيال صحيه نفسيا، صحيه جسمانيا، صحيه في كل حاجه، وتعليميا في كل حاجه. معلش في نفس برضو هذا الاطار، الخلافات الزوجيه طبعا يعني لابد منها تقريبا طبعا. صح كده؟ يعني اي انسان اي اتنين لازم هيختلفوا ايا كان. صح. لكن شايفين نسبة الطلاق بتزيد في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام، وأيضا في مصر. أوكي؟ من ضمن هذه المشاكل حضرتك اللي بتؤدي في الآخر الانفصال أو الطلاق لا قدر الله، يعني بيمروا بمرحلة خناقات طول الوقت حتى في العيد وحتى هم مسافرين. يبقى في خلافات ما بين الزوج والزوجة أمام الأبناء حتى لو الأبناء أطفال. ده إيه عيوبها وايه مشاكلها؟ هو انا حضرتك قلت حلوه كلمه جميله حتى في العيد. لا ده هو في ناس بتقول لك اتخانقت خناقه العيد ولا لسه، يعني كأن فالعيد ليه خناقه، اتخانقت خناقه العيد ولا لسه؟ فالعيد ليه خناقه. واكلم واحد صاحبي اقول له اتخانقت خناقه العيد ولا لسه يا ريس؟ خلصت انا بقى، انت ابدا انا بعديك بنص ساعه. العيد ليه خناقه ليه بقى؟ موجودين مع بعض بدل ما كنا كل واحد بيروح، بقينا في اجازه، بدل ما نستمتع بالاجازه. وانا دايما هنا هبدا اقول عباره جميله جدا انا بعملها دستور للحياه. هو انا ما تفتكرش حضرتك ان انا لما اتجوز هبقى سعيد، انما انا هعمل ايه في الجواز يخليني سعيد، وهي دي ابني معاها كل شيء. ما تفتكرش ان احنا لو اجتمعنا في العيد هنبقى سعداء، انما هنعمل ايه في العيد يخلينا سعداء. هنقعد نتشاكل ونتخانق على كل كلمه وعلى كل تصرف، وانت عملتي وانت سويتي وانت اخرت الاكل، وكان المفروض نعمل، كان المفروض اطلع من الصلاه الاقي الاكل جاهز، وانت كان المفروض مش عارف تروح تعمل ايه. يبقى احنا كده خلينا العيد مش مظاهر فرحه، خليناه مظاهر تعاسه ومظاهر حزن، وكل واحد عايز يبعد عن التاني. فبالتالي احنا في العيد فرحه
وزي ما حضرتك قلت وسعاده، والمفروض ان احنا نعمل امور تسعدنا في هذا الامر. فلو في حاجات معينه، التغافل ده شيء مهم جدا في الحياه الزوجيه زي ما حضرتك قلت، لن تخلو من الخلافات. لو فضلت امسك على الواحده لا انا هستريح ولا الطرف الاخر هيستريح. فبالتالي نعمل ايه؟ نتغافل عن بعض الامور اللي تعدي، ما هو مش كل حاجه نقف عندها، ونتغافل عن بعض الاوقات اللي لازم تمر بسعاده. فلو حتى امر كبير اجله يا عم لحد ما يبقى بعد العيد، اجله عشان لو اتكرر تاني يبقى نتكلم فيه، مش لازم نقعد نتكلم في العيد ونعمل قصه ونعمل مشكله. دي حاجه مهمه جدا نخلي بالنا منها، ان احنا هنعمل ايه في العيد عشان نبقى سعداء، مش ان انت لما هيجي العيد هتلاقي نفسك حضرتك بقيت سعيد لوحدك. الحاجه الثانيه امام الابناء، اي خلاف يحصل ما بيننا وبين بعض، الطريقه الصحيه والنموذجيه، هيقول لك احنا ما بنعملش كده، خلاص انت حر، هتبقى اولادك هيشربوا هذا الامر، هيطلع عندهم مشكلات اخرى. ايه هي المشكلات؟ مشكلات ممكن تكون متعلقه على حسب بقى الخناقه، وكل ما تكبر وكل ما تزيد عدد الخناقات يطلع عندنا ايه؟ اولاد فاقدي او ابناء فاقدي الثقه في انفسهم، فاقد الثقة في الحياة الأسرية بعد ذلك، وشوفوا ده الشكل بتاعها، عندهم انطوائية، عندهم عدوانية، عندهم عزلة، على حسب أنا هعمل إيه. ما هو لو شاف ضرب وشاف مش هيبقى منطوي بتاع، ممكن يتعلم منه العنف يبقى إنسان عنيف، على حسب أنا هعمل إيه في هذا الأمر. فبالتالي الأسلم شيء، أنا عندي خلاف مع الأم أو مع الزوجة، اقفل على نفسك باب اوضتكم، اتكلموا مع بعض بصوت ما يسمعوش الابناء، او هم مش موجودين، او ناجل الخلاف لحد ما ينزلوا ولا يبقاش متواجدين، او نبقى موجودين لوحدنا. هذه هي الطريقه النموذجيه والصحيه. طب هيقول لي انا ما بقدرش امسك نفسي، وعملت اللي ما بيقدرش يمسك نفسه تبقى مره، مش هبقى بقى ايه كل كل 3 4 ايام ما قدرتش امسك نفسي، لا تبقى مره وعدت. فنخلي بالنا في هذه الامور ان احنا بنجني على ابنائنا مش بس. وبعدين الخلاف بزعيق وبخناق وبصوت عالي لن يحل اي مشكله، هتفضل زي ما هي، بالعكس هتاخدني لمشكله ثانيه. زي ما حضرتك قلت، تاخدني لخلاف اكبر، تاخدني للانفصال، تاخدني للطلاق صامت، اللي احنا نقعد مش عايزين نكلم بعض واحنا قاعدين مع بعض في نفس البيت. فبالتالي هذه ليست حلول للمشكلات. حلول المشكلات لازم تكون بهدوء، لازم تكون في اجواء مناسبه، لازم تكون يسبقها ومعاها امور، اجواء يعني تخلي العمليه تعدي بسلام، ما بقاش متربص للطرف الاخر ومعتقد ان المفاوضه معاه او الكلام معاه يبقى ناجح، بل على العكس. اجيب لها هديه واحنا بنتكلم، هتقول لي هديه حاجه بسيطه يا عم، قول لها كلمه حلوه، ايه ده لون شعرك مش عارف اي كلام، وهي تقول لك نفس كلمتين، هتبدا البدايه تبقى بدايه حلوه. بس انا مش عارف، انا قبل ما نتكلم بس انا عايز اقول لك انت الاكل اللي انت عملتيه النهارده كان تحفه. خلاص هتلاقي حضرتك بدايه الخلاف ابتدت تزول حده حده بالكلمتين اللي احنا قلناهم في الاول. انما احنا داخلين حرب وداخلين معركه. على فكره عايز اقول للازواج، هذه المعارك الطرفين خسرانين والابناء كمان خسرانين. بعض الاحيان يقول لك الطفل مش بيخزن لغايه سن ايه، يعني يعني الطفل ممكن يكون بيخزن اكيد الاحداث اللي بتحصل في حياته، لكن لما بيكبر ما بيبقاش فاكر مثلا سن 5 سنين، سن 4 سنين. هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ لا غلط. هو الطفل في بعض الاحداث او الاحداث الجسام بتتركز في من اول ما يبقى عنده 2 سنين، وناس تقول من قبلها، يعني كذا دراسه عشان ما نشغلش الناس بالدراسات الكتير. الناس او العلماء بيفترضوا ان في حاجات ممكن يحسها من وهو لسه مولود بيرضع، من امه، من خناقه ومن هدوءها، على حسب الوضع اللي هي فيه. وناس تقول لا، من ابتداء من 2 سنين او ابتداء من 1.5 سنة، ابتداء من بعد ما يتفطم. دي كلها انما احنا في الاخر وهو في السن الصغيره هتعلق بيه او تتعلق معاه بعض الاحداث اللي هتشكل شخصيته، مش لازم يتذكرها، انما هي ممكن تؤثر في الشخصيه بدون ما يتذكر الحدث. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك، يطلع ولد متلعثم، يطلع ولد فاقد الثقه، يطلع ولد منطوي وهو نفسه ممكن يكون مش فاكر الحدث اللي خلاه يبقى كده. لازم بقى يقعد مع حد تعديل سلوك ويشتغل معاه شويه علشان يعرف يطلع الحدث، وبعد كده يبدا يتجنبه، وبعد كده يبدا يزيله بقى من عنده ويحط له بداله الاحداث الجديده السعيده اللي تخليه يزول منه هذا الامر ده، لو كمان عرف نجح في التعامل معاه. فبالتالي احنا نريح نفسنا، بلاش حاجه قدام الابناء خالص. ما تعتبرش ان ده ولد صغير مش هيفهم وهيترسخ جواه، بس مش شرط يفهم بطريقتك، هو هيفهم بطريقته، هو هيترجمه بالحاجه اللي هو بيشوفها. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، لو ابن مثلا صغير شاف اب وام مثلا
يعني ايه مقربين من بعض زياده عن اللزوم، ممكن يترجمها ان هو بيضربه، ممكن يكونش بيضرب ولا حاجه ويتعلق يبقى انسان عنيف. فبالتالي في بعض التصرفات بلاش الملامسات الزق، بلاش الحاجات اللي فيها حاجات ممكن تخلي الدنيا حتى لو بهزار قدام الاطفال الصغيره مش هتترجم ان ده هزار، هترجم ان ده الطبيعي، ان بابا بيضرب ماما وان ماما ضربت مش عارف ايه، ده لو حتى لو احنا بنهزر مع بعض. فحتى الاحداث دي او الامور دي خليها بعيد عن الابناء، خلي هزارنا كمان اللي هو فيه الاوفر شويه خليه بعيد عن الابناء، خلي اللي قدام الابناء هي العلاقه الجميله الصحيه اللي فيها كلام كويس، اللي فيها اسره مجتمعه، اللي فيها اتصال وتواصل بيننا وبين بعض. لو ده حصل وبيحصل تمام، نعالجه ازاي؟ يعني نحاول نخلي الامور تعدي ازاي بالنسبه للاطفال؟ لو ده حصل لازم الاحظ ابنائي حصل بعد كده ايه اللي حصل لهم عشان اقدر ان انا اعالج اللي حصل. يعني لقيت ابنائي مثلا ابتدى الابن مثلا شهيته بقت مغلقه بقالها فتره، ما بياكلش بنفس طبيعته، استذكاره او تحصيله ما بقاش بنفس الطريقه، عنده اضطرابات في النوم، يبقى نقول اضطرابات النوم، اضطرابات الاكل، اضطرابات في التحصيل الدراسي. لو انا لقيت بعض هذه الامور، لقيت مظاهر عدوانيه ما كانتش موجوده عنده قبل كده، هنا ببتدي ان انا اولا ممكن اتعامل معاها كاب وام بان انا ابدا ان انا احسن الصوره اللي انا كنت بعملها، ده الطبيعي. ما عرفتش اعمل هذا الامر او ما عرفتش ان انا اظبط الامور اللي انا كنت بعملها، بمعنى ان لو شاف حاجه معينه ممكن ابتدي اصلح له الامر ده، بابا ده انا كنت بهزر معاك، لو هو متفاهم. ما كانش يبقى لازم يتعرض على متخصص في تعديل سلوك الاطفال على حسب الحدث. لو هو حدث صغير وهيعدي هيتعالج بسرعه ومش هياخد وقت طويل، بس المهم ان انا الحق واخلي بالي. والتخصصات دي اصبحت موجوده النهارده كتير، واصبحت كمان من خلال النت ممكن اسال سؤال لحد من المتخصصين. صح. على فكره الاغلبيه بتجاوب، عشان بس ما يفتكرش ان كل ما انا هسال سؤال لازم ادفع فلوس ولازم اعمل. اغلبيه المتخصصين الافاضل لما بيكون سؤال عادي وعابر وحاجه ممكن يفيد بيها حد، اما بشوف الناس ما بتتاخرش. دكتور معلش انا مركز على الجيل، مفيش مشكله، الاطفال هنا زي ما انا قلت، انا محتاجين جيل صحي، جيل يعني يكون يتحمل المسؤوليه بشكل قوي ويبقى متربي بشكل نفسيا بشكل احسن. بعض الدكاتره بتقول انه قريت يعني في هذا الملف، يعني انك انت بعض الاحيان بيخلوا الطفل 4 5 6 سنين مثلا بتاع يخليه يرسم بالالوان، فتقدر من الرسمه تعرف حالته النفسيه. هل اللي انا قلته ده صح؟ من ضمن الامور اللي ممكن تكون اللي توصله من الحاله النفسيه بتاعته، اسف، الرسم. ومن ضمنها بعض المقاييس اللي بتتعمل اسمها مقاييس نفسيه، ممكن بتتعمل للكبار وللصغار ايضا، بتعرفنا برضو العمل. هي عباره عن اسئله او تصرفات معينه بشوف الطفل يتصرف منها ازاي معاها ازاي، فمن خلالها اقدر ابني الشخصيه بتاعته. الرسومات بتعرف بس، ولكن يعني هي طريقه تنفع مع ناس ما تنفعش مع ناس، تنفع في اوقات ما تنفعش في اوقات. المتخصص هو اللي بيقدر يحكم انا بقدر اعمل هذا الامر انما هيبقى سهل عليا لو الابن انا مش بطلب منه يرسم، هو اللي بيرسم من نفسه. هيبقى سهل عليا اعرف بقى، مش انا اللي اخليه يرسم، هو واحد بيحب الرسم فبيرسم، هلاقي بقى الحاجات الشخصيه النفسيه دي هتبان معايا بسهوله. انما الطريقه الثانيه هو ان حد ما يكونش بيرسم فانا هطلب منه يرسم، فهنا مش شرط دايما يكون النتيجه مضمونه. فعشان كده بقول على حسب الشخص اللي انا بتعامل معاه، وعلى حسب انا عايز اطلع منه ايه، او المشكله اللي عنده عامله ازاي. قد يكون هو عارف يعبر بكلمات معينه توصلني لحالته النفسيه، مش شرط تكون كلمات مشروحه قوي، ولكن انا اقدر كمتخصص احكم من هذه الكلمات ايه اللي كان بيحصل، او تصرفات معينه. واحد مثلا ولد بيخاف من شخص معين لما بيجي عنده، هنا اقدر ابني ان في مشكله مع هذا الشخص مش مع بقيه الاشخاص بيعمل ايه، لا عادي. فانا عندي هنا في مشكله معينه مش لازم اخليه يرسمها، ولكن هو خلاص اثبتت لي الامور ان هو في الموقف الفلاني مع الشخص الفلاني بيعمل تصرف معين، فانا هنا اقدر اشوف ايه المشكله مع هذا الشخص. طبقات، كل المجتمعات طبقه يعني بسيطه، طبقه المتوسطه او طبقه الغنيه، ايا كانت طبقه كلهم اكيد عايزين يحتفلوا بالعيد، صح كده؟ وكلهم نفسهم يفرحوا، وان كلهم نفسهم يخرجوا ايا كان الخروجه طبعا على حسب كل طبقه وامكانياتها، صح كده؟ صح. لو عايز تحب تبعت رساله من خلال الحلقه دي لكل الطبقات، حاجه مجتمعه يعني نصائح تجتمع لكل الطبقات، تقول ايه؟
اقول ان احنا ان زي ما احنا اللي احنا قول الدستور اللي احنا قلناه هتعمل ايه في العيد. انا عايزك تعمل حاجات تسعدك. كل السعاده يا استاذ اشرف سعاده نسبيه، حضرتك اللي يسعدك ما يسعدنيش، تمام؟ والحاجه اللي حضرتك تحبها ممكن النهارده يمكن بكره ما تحبهاش. اذا انت ايه اللي بيسعدك ويسعد ابنائك اعمله، مالكش دعوه بغيرك. غيري ده ممكن يسعد بالشيء الفلاني وانا ابني ده اللي بالحاجه الفلانيه. ابني يمكن يحب يروح مثلا مكتبه، دي حاجه تسعده. في واحد تاني ما يحبش القرايه ولا انها هي حاجه مهمه وحاجه بس ما بيحبهاش، فانا مش هروح اجبره على هذا الامر. في ولد بيحب الرياضه، في ولد تاني بيحب الموسيقى، في كل واحد عنده حاجه ممكن يكون بيحبها. فانا استخدم العيد والتواصل ما بيننا وبين بعض بان احنا نسعد ابنائنا ونسعد انفسنا بالهوايات المحببه لدى اغلبيه الاسره او اللي تناسب كل افراد الاسره. طب واحد مختلف عن التاني نعمل لده حاجه النهارده ونعمل للتاني حاجه بكره، وخلينا احنا كاب وام ناجل دايما الحاجه بتاعتنا تبقى متاخره عنهم شويه. فبالتالي كل واحد يعمل الحاجه اللي تسعده، ولكن في الاخر كلنا نبحث عن ايه؟ عن السعاده. الحياه بدون سعاده هي ملهاش يعني، هتبقى شقاء وتبقى الم وتبقى كده كده. عندنا الشقاء بيجي لنا لوحده وبيجي لنا من خلال العمل والخروج ومش عارف ايه، بيجي لنا مشكلات كتيره جدا. فخلي الاسره هي اللي بتهون علينا اللي احنا اللي بيحصل لنا بره اطار هذه الاسره، مش نخليها كمان مصدر للنكد ومصدر للمشكلات. كمان عايز اقول لهم على حاجه مهمه، كل الطبقات بره البيت افصلوا عن جوه البيت. ما تجيليش بمشاكلك وهمومك اللي بره تدخلها جوه وتقعد تزعق للعيال وتزعق للاسر، اصل انا متنرفز، اصل مديري في الشغل عمل لي كذا، هم ما لهمش ذنب. خلي حياتك بره البيت حاجه وجوه البيت منفصله. ما تاخدش همومك اللي بره البيت تدخل بيها جوه البيت، وبرده العكس صحيح. ما تاخدش همومك اللي جوه البيت تدخل بيها على شغلك وعلى العملاء بتوعك وعلى الناس اللي بتتعامل معاك، لان هم ما لهمش ذنب. صحيح صحيح. طيب دلوقتي انا عايزه اروح اصيف واقضي العيد بتاعي زي بنت عمتي، تمام، وانا نفسي اروح اخد عيالي اروح المنوفيه او الفيوم زي ما راح مش عارف مين قرايبي. حته المقارنات وحته ان انا لازم دايما ابص للغير، ابص للغير بغض النظر قريبي او صديقي او حتى ما اعرفوش، حتى في تقليد الفنانين وتقليد الموهوبين، اذا كان في الكوره اذا كان فنانين او يعني كده. ده في هذا الاطار، في ان انا اركز في هذا الموضوع، ايه سلبياته وايه ايجابياته؟ التركيز فيه هيجيب لي مشكلات لا تنتهي، لان احنا بناخد اللقطه اللي عجبانا في الشخص وبنبني عليها ان احنا عايزين الحياه كلها تبقى زي هذه اللقطه. بنت عمتي اللي سافرت دي ممكن يكون عندها مشكلات اخرى وعندها مرض وعندها بنتها مش عارف عامل. انا ما بشوفش كل ده، كل اللي بشوفه ايه؟ انها سافرت اتفسحت بامكانيه معينه انا مش قادر اوفرها لزوجتي او زوجتي طالباها مني وانا مش قادر اعملها لها. فبالتالي احنا شايفين حاجه معينه دي اللي بنينا عليها الحياه كلها. وعلى فكره انا عايز برضه اقول حاجه جميله. احدى الروايات اللي خدت جائزه كبيره جدا كان ملخصها حاجه بسيطه. بنت بتروح كل يوم في قطار او في مترو الانفاق كده، فدايما تعدي على بلكونه بتشوف فيها راجل وزوجته بيقعدوا يرقصوا، يعملوا واقفين في البلكونه، ياكلها مره يرقصوا مره، قاعدين شايفه حاجه مظاهر سعيده. فالست دي كانت حياتها الاسريه مش منضبطه قوي، يعني فيها مشكلات كتير. فكانت بتتمنى ان هي تبقى مثل هذا الزوج وهذه الزوجه، تقول نفسي ابقى زيهم. فمره القطار توقف عند حصل مشكله او حصل عطل، فتوقف قريب من هذا المنزل اللي كل يوم الصبح وهي رايحه شغلها بتشوفه. فقالت انا هطلع للزوج والزوجه دول اسلم عليهم واقول لهم ان انا سعيده ان انا بشوفهم كده، وان انا نفسي كمان ان انا ابقى زيهم. فلما طلعت، اذا مش هم زوج وزوجه ولا حاجه، ده اب ودي بنته الضريره ما بتشوفش، وهو بيقعد معاها الفتره دي لانه بعد كده بينزل شغله ما بيرجعش غير بالليل بعد ما بتنام. فبيقعد ياكلها ويلعبها ويرقص معاها ويغني معاها نص ساعه او ساعه الا ربع الصبح، وبعد كده ما بيشوفهاش طول اليوم، بيحط لها اكلها وبيمشي. فوجدت ان حياتهم مختلفه تماما عن اللي هي رسمتها، حاجه تانية خالص. ووجدت ان حياتها كمان فيها نقاط اكتر بكتير حلاوه، دي حياه فيها شقاء كتير اكتر من اللي هي بتمر بيه. فهي المشكله بتاعتها عملت ايه؟ بنت لقطه معينه، عملت عليها احداث كبيره في دماغها، وصلتها لان هي بقت تعيسه اكتر، وان هي شايفه دول سعداء اكتر. في الواقع ما بيبقاش هو ده. فبالتالي اللي انتوا بتشوفوه النهارده من حياه فنان، بتشوف اللقطه
شفتش حياته كلها عامله ازاي، بيمرض وبيتعب وولاده مش عارف بيحصل لهم يعمل ايه. انت شفت خدت منه اللقطه دي، خدت من قريب اللقطه دي، وكونت منهم هذا الامر. لا، عايز تاخد بني ادم خده كله على بعضه، وخد حياته كلها على بعضها. ويمكن لما قال لك لما خدوا المشاكل بتاعت كل واحد حط مشكلته في حاجه، وبعد كده جم بعد كده يشوفوا كل واحد يطلع ورقه لما لقوا المشاكل. يعني انا حطيت مشكله، حضرتك حطيت مشكلتك وكده، لما جينا ناخد مشاكل خدنا مشاكل بعض، كل واحد قال لك رجعوا المشكله دي، انا عايز مشكلتي الاول اللي انا كنت بيها، مش عايز مشكله الشخص ده تاني. صح. فبالتالي ما تبصوش لهذه النظرات، لان هي في الاخر هتتعبكم. خليك في امكانياتك وخليك في امكانياتك المتاحه. احنا هنا بنتكلم على حد يكون دي امكانياته، ما يكونش بقى بيبخل او بيروح يصرف في حاجه وما يصرفش هنا. بنتكلم على الامكانيات الطبيعيه السويه المتاحه. اسعد بالامكانيه اللي عندك، ما تفكرش في الامكانيه اللي اكبر منك، لانك هتتعب ومش هتقدر تعملها، خاصه مع كثره المعروض قوي من خلال النت. زمان يا استاذ اشرف احنا كنا بنشوف نقطه معينه، حضرتك بتشوف لبس طقم ممكن اشوفه على واحد لابسه، النهارده ادوس على اكتب بدله هيطلع لي 500,000 محل وبدل وازياء ومش عارف ايه. فاصبح المعروض كتير، اصبحت عايز دي ولا دي ولا دي. زمان كنت ببقى هي حاجه واحده بس اللي انا عايزها. فهنتعب نفسنا كتير قوي مع وجود التكنولوجيا الحديثه. عشان كده امكانياتنا المتاحه لازم تبقى هي المتحكمه فينا وليس امكانيات الاخرين. واحد من اهم مشاكل الاسريه هو السوشيال ميديا ووسائل الاتصال، التابلت ولا الموبايلات وكل كم الرهيب، الملايين من الابليكيشن اللي موجود فيها. ازاي واحنا في العيد نحاول نبعد عن هذا الفيروس اللي انتشر في جميع انحاء العالم، الفيروس اللي انتشر في كل ال8 مليار اللي عايشين على الكرة الارضية. ازاي واحنا في العيد نقدر نحاول نبعد عن هذا الفيروس؟ هنعمل بروتوكول اسري واحنا موجودين مع بعض كأسرة، ما تفتحوش الا الضروره القصوى. وغالبا في العيد ما بيبقاش فيه ضروره قصوى، يعني مش هيبقى حد في الشغل يقول لي ما فيش شغل اصلا، اجازات ولا دراسه مثلا عنده امتحان هيجي له عليه مش عارف سؤال، فاحنا قاعدين مع بعض ماشي. وبعد كده كل واحد راح سرير ولا خلصنا اليوم ولا في منتصف اليوم في كل واحد بيعمل حاجه، ماشي مش مشكله، ادخل اعمل الحاجه اللي انت عايزها. ولكن واحنا قاعدين مع بعض، احنا قاعدين مع بعض، ده احتفال اسري، ده احتفال العيد. زي ما بنعمل في رمضان ساعه الفطار، انا عن نفسي بقولها بنمنع هذه الامور ساعه الفطار، ما فيش حاجه اسمها ساعه السحور نفس الكلام. يعني في اوقات معينه خلاص احنا نعمل فيه، يبقى عندنا حتى بنطالب يبقى عندنا ولو يوم او يومين في الاسبوع نجتمع فيهم على الغداء او على خروجه، وكل واحد مش منعزل في جزيره عن الاخرين وقاعد بيعمل. عارف حضرتك مشكله السوشيال ميديا ايه؟ المشكله ان انا زمان لما كنت بتفرج على التلفزيون، كنت حضرتك بتحب مثلا مباراه كره القدم، وانا حابب مثلا الافلام الاجنبيه، فبيجي فيلم اجنبي بقعد اتفرج، بيجي مباراه كره قدم حضرتك بتتفرج، مش لازم على كل الوقت ان انا بتفرج على كل حاجه. فبالتالي التلفزيون كان بياخدني لاوقات معينه قليله. النهارده كل تفضيلاتي بتطلع لي انا هنا. بحب كره القدم، هتلاقي كل شويه عندي 100,000 حاجه كره قدم. بحب المصارعه، اتفرج على ماتشات مصارعه قد كده. بتحب حضرتك الثقافه والعلوم ومش عارف الجوانب الاسريه، هتلاقي حضرتك طول الوقت. فبالتالي التفضيلات بتاعتي ما بقاش في حاجه حلوه وحاجه مش قد كده بالنسبه لي، ده كله انا بحبه. فبالتالي هو ساحبني عشان هذا الامر. واحد بيحب اصدقائه، لا اصدقائه طول الوقت معاه. بيحب الالعاب الالكترونيه، الالعاب موجوده طول الوقت، هينزل له 10 لعبات ويفضل يلعب بيهم طول الوقت، فخلاص قضت على الوقت بتاعه. قبل كده كان كل ده مش متاح، حتى لما كان في العاب تتلعب على التلفزيون ما كانش التلفزيون حكر ليا. احنا بنتفرج يا حبيبي، خلي اللعبه دي لما انا مش عارف كده تبقى اللعبه تتلعب مره في الاسبوع، ساعه في الاسبوع، في الاجازه الصيفيه ننزلها. دلوقتي اصبح هو مش بيضايقك في حاجه، انا ماسك التليفون بتاعي وقاعد بقى. فعشان كده هو اصبح بياخدنا قوي وبياخدنا كتير، لان اصبح كل شيء محبب لينا جواه. ده احنا حتى لو قلنا كلمه ولا اتكلمنا في موضوع، حضرتك هتلاقي الموضوع، هتلاقي اعلانات عن حاجه قريبه من هذا الموضوع في ساعتها من غير ما حضرتك تبذل اي مجهود. صحيح، الذكاء الاصطناعي. الذكاء نعم. الاصطناعي، وكانه هو خلاص اصبح شيء لابد منه موجود. هنتكلم النهارده عن موضوع مثلا اتكلم عن اللحوم ولا مش عارف، تبص تلاقي حاجات اعلانات عن هذا، كل حاجه هنقولها هتبص تلاقيها هي موجوده في هذا الامر. فاصبح هنا بيجذبنا للامور اللي احنا المحببه بالنسبه لنا او اللي احنا بنفكر فيها. فعشان كده بنقول هو ده اصبح كده زي ما حضرتك قلت فيروس بياخدنا وبيقتلنا، واصبح فيه ادمان. ما هو ما بقاش الادمان مخدرات بس، اصبح هذا الشيء، هذا نوع من انواع الادمان. احد الاشخاص بيقول لي انا تليفوني كان فيه عيب كده بسيط، فرحت اديه للمحل
فقال لي طب تعالى عدي عليا بعد ساعه، لو وراك اي مشوار اعمله تعالى بعد ساعه. بيقول لي انا حسيت في خلال الساعه دي، مع ان ما حدش مهم هيتصل بيا مفيش اي حاجه، حسيت ان انا ناقصني حاجه، مرتبك، كل شويه اعدي على المحل، هو التليفون يقول له حضرتك انا قلت لك كمان ساعه، خلاص فاضل نص ساعه مش عارف. ويقول لي حسيت لحد ما استعدت التليفون تاني، ما لقاش مكالمات جات له، ما لقاش رسائل جات له، بس التليفون معاه، فحس ان هو كده ساتسفايد. ده ايه اللي بيحصل؟ نوع من انواع الادمان، احساس بعدم بفقد هذا الامر، وكانه عزيز عليا فقدته، وكانه حد حبيب وبعد عني. ده انهيار البشريه طبعا، ده انهيار البشريه وعلاقتهم ببعض. يعني الطب النفسي ومجال حضرتك استشاري العلاقات الاسريه والتنميه البشريه، ده تقريبا اعتقد يعني هو يمكن العالم الثالث اكثر استخداما للسوشيال ميديا اكتر متهيألي من العالم كله. ما اعرفش المعلومه دي ولا يعني قريتها قبل كده، ان احنا اهتمامنا في العالم الثالث اكتر بالسوشيال ميديا عن البلاد المتقدمه اكتر. عندهم البلاد الدول العظمى والدول الصناعيه والدول عندهم اهتمامات بانك انت تشتغل اكتر، تعمل اكتر عشان دخل اكتر. عشان احنا عندنا تقريبا اعتقد يعني انه عندنا اهتمامات بالسوشيال ميديا بشكل غير طبيعي، بالامور الاتفه شويه، مش عايز اقول الكلمه يمكن دي نقول الاتفه الاتفه اللي فيها حضرتك هيدور على الحاجه اللي فيها كلمه فضايح، فيها كلمه شتيمه، في حاجه يعني المفروض يعني تبقى حاجه سلبيه. انا مهتم بالسلبيات اكتر من ان هم مهتمين بهذا الامر. حد النهارده قصه الترند دي، واحد بيبقى ترند بحاجه سلبيه جدا، اصبح مشهور ومعروف والناس بتتكلم حتى لو كلام سلبي، بس هو اصبح بيتكلموا عليه. المفروض هذه النماذج تهمل اساسا، ما اتكلمش على نموذج بيعمل شيء سلبي، ما يبقاش واخد هذا الكم من المشاهدات وهو بيعمل شيء سلبي، وحد تاني بيعمل حاجه ايجابيه محدش بيشوفه. فبالتالي هنا اصبح الامور الاهتمام باشخاص ممكن يكونوا يعني ما يجوزش الاهتمام بيهم، باحداث مش المفترض ان انا اهتم ان اتنين عندهم فضيحه، حصل مشكله ففضحت، انا لازم اخش اشوف ايه اللي بتعمله. ما خلاص، ما ده احنا بنستر حتى ونقول ده الستر ده من شيمنا ومن شيم الديانات السماويه كلها، مش بس الديانه الاسلاميه. فبالتالي احنا كده، عشان كده بقول لحضرتك اصبحنا نهتم بمثل هذه الامور، وده اللي بنبحث عنه دايما. فاصبح متصدر محركات البحث الامور اللي فيها امور سلبيه، او بعض الكلمات السلبيه متصدرينها احنا عندنا هنا في الدول العربيه، او يعني مش هقول مصر بس، هو الدول العربيه كلها عندها هذا الامر. فاحنا بنقول بره عندهم اهتمامات اخرى زي اللي حضرتك قلتها. نتمنى ان احنا نبقى عندنا مثل هذه الاهتمامات في الامور الاخرى. هو الشيء ليه سلبي وايجابي. من ضمن ايجابياته ان انا بوصل للمعلومات اللي انا عايزها، بعرف، بيبقى عندي ثقافات، بيبقى عندي اطلاع، بيبقى عندي انفتاح. دي كلها امور مهمه جدا. ومن ضمن برضو السلبيات، هو في وسيله ترفيه، بس ما تخليش الترفيه يبقى هو اللي طاغي على الموضوع. هو جزء من وقت السوشيال ميديا او جزء من وقت التكنولوجيا يكون جزء صغير للترفيه، اما الباقي يكون الحاجات المهمه. احنا عاملين العكس، الترفيه هو الجزء الاكبر والحاجات المهمه هي اللي واخده الجزء الاقل. فعشان كده هو بالنسبه لنا زي الفيروس. دكتور، طبعا بدون ذكر اسامي وبدون ذكر يعني طبعا شخصيات، ايه اكثر الحالات اللي بتيجي عند حضرتك في العياده؟ اكتر ناس بيجوا اللي صراحه حقيقه اكتر حد بيهتم بالامور الخاصه بالارشاد الاسري ان هو يحل مشكلته، هي حاجه هتزعل الرجاله، السيدات اكتر. السيدات هم الاكثر اهتماما بهذا الامر، وهم اللي بيجوا يقولوا مشاكلهم. الرجاله يبقى عايز يمنعها، ما عايزها ما تجيش. وبيجي احيانا اسر، ولكن هو الاكثر هو مرحله الناس اللي عندها مشكلات اسريه مع الزوج، او عندها مشكله مع الابناء. ودايما زي ما بقول لحضرتك، الزوج بيبقى هو دايما مش مرحب قوي بالموضوع ده، الا لو لقى ليه جدوى معينه يبدا يفكر فيه. فدي اكتر الامور اللي بتيجي. واكتر المشكلات هي دايما كلها خاصه بالمشاكل الاسريه اللي موجوده كتير. الوجود في بيت عيله، التكنولوجيا اللي عامله لنا المشكلات دي، عدم الاهتمام بالشخص، مش مهتم بنفسه، مش مهتم بالطرف الاخر، البخل في المشاعر. دي كلها امور بنشوفها. الغيره المفرطه، الغيره المرضيه، دي كلها امور كتيره جدا بتعمل لنا مشكلات في حياتنا. وحته كمان زي ما اقول لحضرتك، الحته ان احنا منصرفين عن بعضنا البعض، عدم التواصل وعدم الاهتمام ببعضنا البعض، وعدم الاهتمام بمظاهري. يقول لك اللي انا كنت بشوفه قبل الجواز ما بقاش هو اللي موجود بعد الجواز، فبالتالي حاسس ان انا اتخدعت، او حاسس ان مش دي الحياه اللي انا كنت راسمها لنفسي.
كمان مهم جدا ان الحالات اللي بتيجي وما بتبقاش عارفه التصنيف، بس احنا بنقوله لها هي التواجد في ازمات منتصف العمر، ما يسمى بازمه منتصف العمر، اللي بتبقى دايما في سن الاربعينات. خروج من العيله، من الاسره، بعد عنها لسبب او لاخر، فبالتالي بتبقى ازمه ساعات بتتفاقم وتكمل، وساعات بتبقى ازمه وتعدي على حسب طريقه التعامل معلش معاها. فهماني اكتر بعد اذنك، معلش. احنا يعني اي نعم في العيد، واي نعم نقول يعني بنحتفل بالعيد، بس مهم يعني كل اللي حضرتك بتقولي ده مهم جدا. تمام. ايه هي ازمه منتصف العمر اساسا؟ ازمه منتصف العمر هو اضطراب بيصيب بعض الشخصيات في السن من مرحله ال 46 سنه لحد ال 58 سنه، يعني في خلال هذه الفتره، مش من 46 يفضل ل 8، لا، ممكن يجي له 47 49 يجي في هذه الفتره، او ممكن يبقى كمان اقل يعني بحاجه بسيطه او اكتر. ودي اعراضها ايه؟ هقول لحضرتك. بيصيب 25% من الرجال المتزوجين، بتكلم عن المتزوجين، 25 و10% من النساء. بيبقى اعراضها ايه؟ حد ملقاش، هو وصل لسن معينه في الاربعينات او الخمسينات اللي هو عايز يجني ثمار التعب اللي هو تعبه، بيجي ما بيلاقيش ان هو عارف يجني الثمار. بمعنى ايه؟ ما لقاش مثلا نفسه في الاسره، ما لقاش، لا الاسره مش مهتمه بيه، الزوجه مشغوله بحياتها والابناء كل واحد عايزه بس ATM كده، مكنه، عايز فلوس. الزوجه لقت هذا الامر برضه، الزوج مش مهتم بيها، ممكن يكون كمان اتجوز عليها، بعيد عنها اي حاجه، او مش سايبها طول الوقت، وفي نفس الوقت الابناء مش مدينها التقدير الكافي. فبالتالي هنا بتشعر ان هي مش سعيده في حياتها، او هو مش سعيد في هذه الحياه، فعايز يخرج منها. بقى بيعملوا ايه؟ بيعملوا اشياء غير مألوفه للسن ده. يعني ايه؟ يعني ممكن تبص تلاقي حضرتك راجل كده ابتدي يلبس ملابس شبابيه، يجي يعمل يروح يصاحب ولاد صغيرين، شباب صغيره، يرتبط ببنت تكون اصغر منه في السن قد اولاده، راح يرتبط بيها. الزوجه نفس الكلام، نتيجه كمان تغير الهرمونات اللي بتبقى موجوده في هذه المرحله السنيه، تلاقيها مش عايزه تكمل في الحياه الزوجيه. تيجي تسالها ايه، ما عندهاش اسباب قويه، وما تقولش بيضربني بيخوني، لا ما فيش الكلام ده، انا مش سعيده، مش حاسه ان انا ان انا متقدره كيف. فبالتالي بيبقوا عايزين يخرجوا من اطار الحياه الزوجيه. لو احنا لحقنا هذه الازمه وعرفنا نتعامل معاها بمعنى ايه؟ اعطاء التقدير للطرف اللي عنده هذه المشكله، اعطائه الاهتمام، اشعاره بالحب، اشعاره بالطمأنينة ان احنا موجودين مع بعض وان احنا هنفضل في اسره، بيعرف يعود بسرعه جدا قبل ما ينجرف لهذا الامر. اما اللي بيتساب فخلاص بيخرج من اطار الاسره، وبيرجع في الاخر يقول لك ده بابا بعد ما كبر راح مش عارف سابنا ما بقناش عارفين عنه حاجه، الام مش عارف ايه، دي طلبت الطلاق في سن، يقول لك ده بعد 25 سنه. بتحصل لان هو وصلت لهذه الازمه وهذه المرحله منتصف العمر. عشان كده احنا بنقول لو شفنا سلوكيات غريبه على الزوج او الزوجه، شافوا هذه السلوكيات الغير معتاده من الزوج والزوجه في حياتهم العاديه ابتدت تظهر عليهم، نركز ايه اللي مفتقدينه. قد يكون التقدير، قد يكون الكلمه الحلوه، الحاجات اللي احنا عايزينها، لان هو خاصه ده كمان بيرتبط كتير قوي بعدم تحقيق المستوى المهني اللي كنا بنطمح ليه. فكمان يجي المستوى الاسري او العلاقات الاسريه سيئه، فبالتالي هنا بتعمل لي ازمه كبيره جدا في حياتي. إلى أي مدى المشاكل المادية ما بين العائلة في جوه العائلة بتسبب مشاكل نفسية للعيلة بشكل عام؟ لمدى كبير، لأن هي بتأثر في من 15 ل 20% من المشكلات الأسرية ومشكلات مادية. بنتكلم على المجتمعات بتاعتنا، المجتمعات الشرقية، فبالتالي بتؤثر تأثير كبير جدا. يوصلوا خلافات بينهم وبين بعض بسبب هذه المشكلات، بسبب ان انا عندي احتياج لشيء الزوج مش قادر يلبيه. غالبا طبعا بتبقى من ناحية الزوج، لان الزوجة مش هي المفروض ان هي بتصرف على البيت، فبالتالي الزوج مش قادر يلبيه، فدايما خلافات مع بعض في كل الامور. وبعدين لما نيجي كمان يجوا يحكوا الخلاف، ساعات ما يقولوش ان في حاجة مادية، يقول لك دي بتزعلي على طول، دي بتعلي صوتها عليا. هي ممكن تكون بيتكسفوا يقولوا لا، هي مش مصنفين المشكله صح، فهي بتزعق ليه؟ عشان هي مضغوطه من الامور. هو زوجي ده بقى طول الوقت مش عايز يقعد في البيت، ما هو مضغوط فمش عايز، فيجي تصنف لك المشكله. لما تيجي تقول طلبات كتيره مش قادر اعملها، فبحاول ما اواجهش وبحاول اخرج بره البيت. فهنا بنلاقي المشكلات الماديه ممكن تبقى في الاخر عنف الاسر، واحنا يعني بنقول ان احنا مش عايزين نشوفه، ولكن بيحصل احيانا. يبقى برضه تيجي تقول ده بيمد ايده عليا، بس هو في الواقع بيبقى مضغوط من امور معينه، وان كان ده مش صح طبعا ان هو يعمل كده، ولكن مضغوط من امور معينه، فبالتالي اثرت عليه. فبالتالي تلاقي المشكله جابت مشكله زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، مش مشكله مش بتاخدني في نفس الحته. فالمشكلات الماديه بتؤثر على هذا الامر، وقد تؤدي الى برضه امور من الانطوائيه والعزله
والبعد عن الناس بسبب ان انا حاسس ان انا مش قادر البي احتياجات اسرتي، مش قادر ان انا اكفي احتياجاتهم، فبالتالي انا كمان بنزوي وببعد وبحس ان انا قليل في نظر نفسي. دكتور، امتى اقول ان في هذا الانسان سوي واقول لا هذا الانسان غير سوي؟ تمام. امتى؟ التصرفات يعني انا دلوقتي يعني اب كويس وعندي زوجة والاولاد وكده داخل العائلة، لا هو في تغير، هو في مشكلة. اذا كان ممكن يكون لو هو شباب مثلا مراهقة وسن المراهقة فمش عارف ايه، ممكن ادمان المخدرات مثلا نتكلم. أيوة. امتى اقول؟ مش لازم يكون الشباب والاولاد، ممكن تكون الزوجة، ممكن يكون الزوج. امتى اقول لا ده انسان طبيعي، ما يعني حتى لو هو في مش عارف كذا مشاكل كذا بيعملها مثلا، ده لا ده في اطار الطبيعي. وامتى اقول لا ده مش في اطار الطبيعي؟ اي حاجة خرجت عن المعتاد لهذا الشخص، تصرفات خارجة عن المعتاد وتصرفات في يعني ايه في نواحي اللي زي ما حضرتك قلت باين عليه قوي ان هو اصلا طول الوقت نايم كتير قوي، ده اصلا بيزعق كتير، يعني كتير حاجة اصبحت ان هي في اطار ايه التطرف الزيادة عن اللزوم في هذا الامر. فاي شيء يصل بيا الى درجة كبيرة جدا من التطرف اللي هو العزلة، طول الوقت قاعد لوحده، طول الوقت قافلة على نفسها، الحاجات دي لما تصل لهذه الدرجات وما كناش معتادين عليها في الاول، وهي غالبا مش هتكون معتادين عليها لان كانش هيبقى في حياة طبيعية طول ما في هذه الامور موجودة. هنا اقدر اقول ان في مشكلة لازم ندور عليها ونعالجها، او ان حصل تصرف غريب. واحنا زي ما احنا قلنا اضطرابات الشهية واضطرابات النوم والتأخر الدراسي والعزلة والانطوائية والبعد عن الناس والعنف الشديد والزعيق والعصبية الشديدة، وكل ده بطريقة غير معتادة. هنا انا احط سبوت ان في مشكلة لدى هذه الشخصية لازم ان انا اعالجها ولازم ان انا اركز عليها. طيب نسأل السؤال العكس، ازاي اربي عيلة وجيل صحي يهتم بالجوهر وليس المظهر؟ عشان انا قلت في المقدمة يعني في كم كبير جدا من السنوات الماضية كنا مركزين بشكل قوي جدا على المظهر وليس على الجوهر، حتى في الدين، اذا كان الدين الاسلامي، اذا كان الدين المسيحي، اذا كان الدين اليهودي. انا بتكلم على الاديان السماويه كلها، مش بتكلم على الاسلام بس. ازاي ممكن نرجع تاني نهتم بالاجيال وتربيه الاجيال بالجوهر وليس المظهر فقط؟ عندي عدة مؤسسات او شخصيات مسؤولة عن هذا الامر، عشان ما نرميش كل الدور على الاب والام في الاسرة. الاب والام مسؤولين عن جانب ان هم يبثوا القيم الدينية والقيم الخلقية والقيم الانسانية في ولادهم، بس لازم يساعدهم حاجات اخرى، لازم تساعدهم المؤسسات التعليمية. ما يبقاش التعليم مجرد ان انا بروح علشان احصل دراسي وامشي. ده الاستاذ كان زمان قدوة، فلازم ان هو يبقى قدوة النهاردة كمان، ما يبقاش قاعد عشان يحصل قرشين ويعمل دروس خصوصية والكلام ده كله، ولكن ما بشوفش منه اي قيم. فلازم يبقى في قيم. اسمها التربية والتعليم. اسمها التربية الاول وبعدين التعليم. تمام. احنا اصبحنا مهتمين بالدرجات والامور العلميه، ودي حاجه مهمه وكل حاجه، ولكن مش مهتمين بالتربيه، ان احنا نشوف النماذج اللي قدامنا تربينا على القيم والمبادئ والكلام ده كله. المؤسسات الدينيه في الكنائس وفي المساجد نفس الكلام، ان احنا نوصل هذه الامور للشباب بطريقه تتناسب مع فكرهم وتتناسب مع ثقافتهم الحاليه. فيبقى وانا بشوف ان طبعا ده متطور موجود في الوقت الحالي، ولكن احنا عايزين نزوده اكتر من خلال هذه الامور. الاعلام، وانا بشوف ان الاعلام كبرامج هو اكتر حد عامل دوره بصراحه. ليه؟ دايما في توعيه وفي برامج اسريه وفي برامج بتتكلم عن الشباب وعن التنميه البشريه، في اهتمام كبير جدا، ولكن بتيجي بقى ايه الدراما تضيع البرامج اللي معموله بان في اشياء دراميه بتصور اشياء معينه في المجتمع لا يجب ان هي لو موجوده تصور، ولو هي مش موجوده ما ينفعش ان احنا نحطها ونعلم الابناء هذا الامر. وخلاص بقى قصه ان احنا نقول ان ده موجود في المجتمع فاحنا بنظهره، ده كلام بقى خلاص بطل وعدى عليه، لان اصبح الدراما النهارده هي اللي بتقلد. تلاقي مشهد معين اتعمل بعدها يتكرر هذا المشهد في الواقع 4-5 مرات ومشهد بيكون سلبي.
تكرر 4 5 مرات، حصل نفس الحاجه بنفس التفاصيل 4 5 6 مرات في فترات قليله نتيجه السبوت على هذا المشي. فبالتالي احنا عايزين نقول ان الدراما لازم تقوم برضو، او الامور الخاصه اللي احنا بنشوفها اعلاميا تقوم بدورها في مثل هذه الامور برضو مع الاسره ومع المؤسسات الدينيه والتعليميه في بس القيم الدينيه والقيم الاخلاقيه، ونشوف ان الحد المتسامح ده حصل ايه، ونشوف الانسان اللي ارتقى بنفسه واللي مش لازم يكون خد حقه في الاخر بان هو انتقم وضرب وكسر وموت في اخر فيلم يطلع لي بطل، لا، خد حقه بالقانون وخد حقه بالقيم، وخد حقه برضه ان قوته تبقى في القيم الاخلاقيه اللي موجوده عنده. هو في الاخر بيوصل لحقه، مش دايما اوصل ان الوصول للحق محتاج زي ما بيقولوا دايما قوه وضرب وخناقات ومش عارف ايه وانتقام عشان اعمل مسلسل. ما تخلي حد انسان ملتزم ومحترم وعنده قيم دينيه وعنده قيم اخلاقيه يبقى ناجح. ولازم النموذج ده لما نشوفه كتير هنقلده كتير، انما النماذج التانية هي اللي طاغيه اكتر. فبالتالي لما تجتمع هذه المؤسسات مع بعض ومؤسسه الاسره كمان تقود هذا الامر، هنشوف ان احنا في الاخر هيطلع لنا اجيال مختلفة عن الأجيال اللي احنا بنتكلم عليها. بس الأساس أكيد البيت، ما هو ده الأساس اللي هو الأب والأم. ما أنا قلت هي اللي بتقودهم، هي اللي بتقود هذا الأمر الأب والأم، لأن طبعا من غير هذا الأمر في البيت ما مش المؤسسات دي برضه مهما عملت مش هينفع. إنما الأب والأم عندهم الرقابة الذاتية وعندهم إن هم القدرة على إن هم بيشوفوا الأبناء دول أطول فترة ممكنة. ده المفروض إن هم يكونوا معاهم أطول فترة ممكنة، بعكس لما بيروح كمان. عايز أقول النوادي الرياضية برضه ليها دور برضه في الناحيه ديت في تربيه النشء والسلوكيات الاخلاقيه والرياضيه والكلام ده كله. فبالتالي اكتر وقت انا قاعد فين؟ قاعد في البيت. اكتر وقت قاعد فين؟ مع الاسره. فلازم يكون الدور الاكبر للاسره، وهي اللي بتراقب وهي اللي بتقدر تطلع هذا النتائج. وفي الاخر بقى اطلقهم في المجتمع وما تزعلش. ليه؟ اقول لحضرتك على حاجه. كان جالنا كورونا، جت الناس قعدت في البيت. لما اخترعوا المصل قال لك ايه؟ خد المصل وانزل. هيحصل لك ايه؟ هيجي لك الكورونا موجوده ما راحتش، بس لما هتيجي هتبقى انت ايه؟ اضرارها عليك خفيفه وتبقى اقل ومش هيتاثر زي الاول. فبالتالي اديهم هذه الامثال وينزلوا فيها المجتمع وهم هيواجهوا، وتبقى الاضرار بتاعتهم بسيطه، بعكس ان انا نازل المجتمع بواجه وانا ما عنديش اي قيم اقدر ان انا اواجه بيها. دكتور كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. نورتنا وشرفتنا ونورت عقولنا في هذه الفقره او في هذا البرنامج حقيقي بجد. شكرا لحضرتك. انا حاولت ان انا ابحر مع حضرتك يعني بدون اسئله مسبقه. انا ابحرت مع حضرتك كمواطن مصري. كل سؤال، لان كل سؤال يعني اقوى من الثاني. ربنا يديك الصحه يا فندم. دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والتنميه البشريه، كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك يا رب وعلى الاسره الكريمه، وان شاء الله تشرفنا قريبا باذن الله. ان شاء الله، وعلى حضرتك وعلى اسرتك وعلى الامه الاسلاميه كلها وعلى مصرنا الجميله. شكرا لحضرتك. شكرا. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد. افرحوا واخرجوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. غيروا جو، غيروا كل الطقوس والروتين اللي احنا دايما طول السنه عمالين نعمله طول السنه، اذا كان مذاكره ومدارس وشغل ورايح جاي للمشاكل افصل واستمتع باجازتك قد ما تقدر. كل سنه وحضرتك وانتوا طيب، كل سنه وانتوا طيبين وتصبحوا على خير.